شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. نحن في تجليات مع فضيلة الشيخ أحمد غازي من مدينة المحلة الكبرى بمسجد الحنفي، فهو إمام وخطيب هذا المسجد. هنا داخلين على شهر فضيل، شهر الصيام، شهر رمضان وشهر القرآن الكريم. حدثنا عن القرآن الكريم وجماله. الحمد لله رب العالمين، أحمدك ربي وأشكرك وأتوب إليك وأستغفرك وأثني عليك الخير كله يا رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. القائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نبي الهدى الذي طهر قلبه وختم به الرسالة ربه، القائل في الحديث الشريف: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فيسرني ابتداء أن أهنئكم جميعا بشهر رمضان المبارك، كما يطيب لي أن أهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه رئيس الجمهورية بشهر رمضان المبارك، سائلي المولى سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير ويمن وبركة على مصرنا المحروسة وعلى بلاد العالمين. فالقرآن الكريم هو كتاب الله الخالد المعجز الذي تحدى به الإنس والجن على أن يأتوا بمثله فعجزوا. وقد خص الله سبحانه وتعالى شهر رمضان المبارك بنزول القرآن فيه. قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فإن القرآن الكريم كتاب جمال وجلال، وهو أحسن الحديث وأصدقه، وأبينه وأعذبه، وأجمله وأزكاه وأبلغه. قال سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. القرآن الكريم حد الله به الإنس والجن فعجزوا على أن يأتوا بسورة من مثله. قال سبحانه وتعالى في التحدي العام: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي يا أرحم الراحمين. عايزين نسأل فضيلة الشيخ أحمد غازي، القرآن الكريم نزل بلغتنا الجميلة اللغة العربية، لماذا؟ لقد أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم باللغة العربية الفصحى، لأنه نزل على نبي عربي، نزل في مهد العرب، نزل في أرض العرب، نزل القرآن الكريم في الجزيرة العربية. قال سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ويقول سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على 7 أحرف، أي على 7 لهجات من لهجات العرب. القرآن الكريم ما إن سمع أحد الأعراب
قول الله سبحانه وتعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، حتى نطق الأعرابي قائلا: أشهد أن هذا من كلام رب العالمين لا يشبه كلام المخلوقين، وإلا فمن ذا الذي يأمر الأرض أن تبلع ماءها فتبلع، أو يأمر السماء أن تقلع إنزال المطر فتقلع؟ إنه رب العالمين ولا أحد سواه. إنه القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى مليئا بالفصاحة والبلاغة والبيان. ادعوني أستجب لكم. سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء فإنه يغير القدر. نحب من فضيلة الشيخ أحمد غازي يشجينا ويشجي مسامعنا جميعا بدعاء يحب أن يسمعنا في رمضان. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وبارك لنا فيما رزقتنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.